بصوا معايا دلوقتي بقى، قلنا بعد المره اللي فاتت ما كملنا فتح الدول الاسلاميه، هنكمل النهارده مين؟ دور مصر الحضاري فين؟ مع افريقيا. قلت عندي هنا ان مصر كانت مرتبطه بالممالك مين؟ الاسلاميه او بالدول الافريقيه، مرتبطه بيها ايه؟ من 4 حاجات: سياسيه، اقتصاديه، وثقافيه، وعلميه. تاني، مرتبطه بيها من كام ناحيه؟ 4: سياسيه، ثقافيه، علميه، واقتصاديه. طب اشمعنى مصر دونا عن اي دوله اللي ليها علاقات مع القاره الافريقيه؟ عشان فيها 3 مميزات. الميزه الاولانيه قلنا موقعها الجغرافي، تاثيرها الفكري والثقافي. تاني، موقعها الجغرافي، تاثيرها الفكري والثقافي، والسلطه الدينيه كلها كانت في ايد مين في الوقت ده؟ مصر. فبتشرف على الحرمين الايه؟ الشريفين وكل الاماكن المقدسه. يبقى تاني لو جيت حد انا حطيت سؤال وقلت لك دلل على السلطه الدينيه كانت متركزه في ايد مصر في الوقت ده، هقول له عشان خاطر ايه؟ كانت بتشرف على الحرمين الشريفين والاماكن المقدسه. يبقى كم سبب خلى في علاقه قويه ما بين مصر والدول والممالك الافريقيه؟ كم سبب؟ 3. نقولهم تاني: موقعها الجغرافي، تاثيرها الفكري والثقافي، والسلطه الدينيه في ايد مصر، فبتشرف على الحرمين الشريفين. في مشكله حد كده؟ طيب نبدا اول حاجه بالعلاقه مين؟ السياسيه. بس قبل ما ابدا بالعلاقه السياسيه، الوقت اللي احنا بنحكي ده كله فيه اسمه العصور ايه؟ الوسطى. عصور وسطى، قلنا القديمه خالص بنسميها عصور قديمه، والحديثه عصور حديثه. اللي في النص اسمها ايه؟ عصور وسطى. طب العصور الوسطى دي اللي هي ايه؟ الفتره الزمنيه اللي هتبدا من القرن الخامس للقرن ال15. قرن يعني كام سنه؟ 100 سنه. يبقى لما اجي اقول لك هنا اكتب ما تشير اليه العباره: فتره زمنيه بدات من القرن الخامس للقرن ال15، العصور الوسطى. طب اعرفي العصور الوسطى، اقول له فتره زمنيه بدات من، تاني فتره زمنيه بدات من القرن الخامس للقرن ال15 الايه؟ الميلادي. حلو كده، خلي بالك ان هو ميلادي مش هجري. تمام؟ طب نيجي في اول حاجه العلاقه السياسيه، يعني الحكم في البلد كان ماشي ازاي؟ قال ان قبل انتشار الاسلام كانت كل افريقيا عباره عن قبائل. طب القبائل دي بدات تتحول بعد كده لحاجه اسمها ايه؟ نظام دوله. زي بالظبط لما كنا بناخد في سنه 6 ان كان منتشر نظام القبائل بسبب الحروب والايه؟ والعصبيه. يبقى لما اجي اقول لك هنا بعد دخول الاسلام لافريقيا ايه اللي حصل؟ اتحولت الايه؟ القبائل او نظام القبيله القايم على الحروب والعصبيه لنظام اسمه نظام الدوله. في مشكله كده؟ طب تاني حاجه عندي معلومه مهمه اللي هي ايه؟ القاهره كانت في الوقت ده هي مركز الخلافه العباسيه. بعد مين؟ بغداد. بعد مين؟ بغداد. طب لما القاهره تبقى حاجه كبيره قوي كده، ايه اللي يحصل؟ قال لي كل الحكام يبقوا بيطلبوا تأييد مين؟ مصر. طب هتأيدهم في ايه؟ عشان تعترف بيهم مصر ان هم ايه؟ حكام، وتعترف بشرعيتهم فين؟ في حكم البلد. يبقى هناخدها بالدور. القاهره مركز الخلافه العباسيه، ده ادى لتقويه العلاقات بين مين؟ مصر والدول الاسلاميه. تاني، خدنا القاهره مركز الخلافه العباسيه، ادى الى ايه؟ تقويه العلاقات بين مصر والدول الاسلاميه. طب لما قويت العلاقات بين دول ايه اللي حصل؟ قال لي حكام الدول كلها بقى بيعملوا ايه؟ بيأيدوا دور مصر ده، يعني انها مركز الخلافه عشان مصر تعترف بيهم ان هم ايه؟ حكام، او تعترف بشرعيتهم في حكم مين؟ البلد. في مشكله حد هنا؟ تمام؟ طب نيجي اللي بعدها. قلت هنا ان حكام الدول الافريقيه كانوا عايزين يتعلموا حاجات من مصر سواء في العسكريه او في الاداريه. مين اظهر واحده فيهم؟ بلاد الحبشه. راحت بعتت لمصر احنا عايزين نتعلم حاجات في نظم العسكره او في النظام العسكري، وحاجات في نظم مين؟ الاداره. تقوم تبعت لهم مين؟ المماليك. المماليك لما يروحوا في النظام العسكري هيعلموها كام حاجه؟ 4. يعلموها ازاي يحاربوا، وازاي يصنعوا سلاح، وازاي يرموا بايه؟ بالرمح والسيوف. يبقى تاني لو جيت قلت لك دلل على هنا حكام بلاد الحبشه استفادوا من المماليك في النظم العسكريه، هقول له استفادوا بكام حاجه؟ نظام الحرب وتصنيع الاسلحه والرمي بالرمح والسيوف. تاني، نظام الحرب وتصنيع الاسلحه والرمي بالرمح والسيوف. طب نيجي للمماليك، هيجوا يعلموهم تاني، يعلموهم نظام ايه؟ الاداره. اداره يعني ما حدش يعرف يدير شركه او يدير مكان غير لما يكون متحكم في الموظفين اللي تحت ايده بيقبضوا ايه، او ايه الفلوس اللي داخله الدوله. ما هي اداره يعني حكم كويس. طب انت عشان تدير الدنيا والمماليك يساهموا هنا ان هم يعرفوهم حكم الاداره، هيعملوا ايه؟ جبايه الاموال. يعني ايه جبايه يا مريم؟ يعني جمع. طب انا لما اجمع الاموال هحطها في حاجه اسمها ايه؟ ديوان. ديوان ده يعني زي كتاب كده بسجل فيه الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه. طب كل ما اعمل ده واحط القوانين ده كله حافظ على اموال ايه؟ الدوله. يبقى لما اجي اقول لك دلل هنا ان المماليك ساهموا في الجوانب الاداريه من ناحيه بلاد الحبشه، او بلاد الحبشه اتعلموا الجوانب الاداريه من المماليك، اقول له ازاي ساهموا في المماليك في ايه؟ في جبايه الاموال وحطوها في ديوان. تاني، جبايه الاموال ووضعها في ديوان، ووضعوا القوانين لحمايه اموال الدوله. مين؟ السياسيه. هتكلم عن الحياه مين؟ الثقافيه. قال عشان تتكلمي عن العلاقات الثقافيه والعلميه، قال لي ان ابرز حاجه فيهم كانت الحياه مين؟ الدينيه. يبقى معنى كده ان انا هتكلم عن الديانات في كل عصر عدى عليا. عندي كام عصر؟ 3.
عصر مصريين قدماء وعصر انتشار المسيحيه وعصر انتشار الاسلام. نيجي في الاول عصر المصريين القدماء، دي معلومه واخداها قبل كده. هل عبادات المصريين اثرت في حد؟ اثرت في مين؟ في السودان. مين بالظبط؟ كوش. كوش في السودان خدوا مني عبادات كام؟ 4 معبودات: رع، امون، ايزيس، اوزوريس. تاني: رع، امون، ودي كده تبقى خلص. طب تعالى بانتشار المسيحيه اللي هي ملخبطاك شويه. انا عندي انتشار المسيحيه هنا، البلاد لما اتفتحت فيها الاسلام بقى فيها مسيحي وايه؟ ومسلم. طب قلنا مين اللي مسؤول عن مثلا مصر؟ هناخدها مصر، مين المسؤول عن بلد مصر كلها؟ الرئيس الجمهوريه. طب ومين المسؤول عن المنوفيه بس؟ محافظ المنوفيه. طب اعكسي الكلام بقى على المسيحيين، مين اللي مسؤول عن المسيحيين كلهم في العالم كله؟ اسمه بطريرك اسكندريه. يعني البطريرك ده بيقابل مين؟ الرئيس. طب مين اللي مسؤول عن المسيحيين اللي في المنوفيه بس؟ مطران، او اللي في كل محافظه يعني. مين اللي مسؤول؟ مطران. طب مين الكبير فيهم؟ بطريرك اسكندريه. يبقى هو اللي هيعين مين؟ مطران. طب بطريرك اسكندريه ده قاعد فين؟ في مصر. هيعين مين؟ المطران. والمطران ده ياخد بعضه ويروح يبقى مسؤول عن الكنيسه اللي فين؟ اللي في الحبشه. مش حاكم الحبشه ده اسمه النجاشي، والنجاشي ده كان ايه؟ مسيحي. طب الراجل اللي هناك ده مسيحي، يبقى في ناس ايه؟ مسيحيين، يبقى في كنيسه بيصلوا فيها. مين بقى اللي هيبقى حاكم عليهم؟ مطران. يبقى بطريرك اسكندريه هيعين مطران هنا من مصر ويقول له هتروح في الكنيسه بتاعت مين؟ الحبشه، عشان تبقى مسؤول عن مين هناك؟ المسيحيين. يبقى لما اجي اقول لك هنا المطران اللي هيروح للحبشه مسؤول عن مين؟ عن الكنيسه اللي في الحبشه. في مشكله حد كده؟ طب قلنا جمع مطران جمعها ايه؟ مطارنه. المطارنه دول لما راحوا لملك الحبشه بقى عندهم مكانه رفيعه زيهم زي مين؟ ملك الحبشه بالظبط. من كتر ان هم كانوا بيساووا علاقتهم ببعض، او دول كان ليهم مكانه رفيعه يعني مكانه عاليه عند ملك الحبشه. ملك الحبشه كان بيستفيد منهم وبيستشيرهم في اموره الايه؟ الدينيه. في مشكله كده؟ يبقى المطارنه دول كان ليهم مكانه مميزه ولا ما كانش ليهم؟ كان ليهم، لدرجه ان الملك بتاع الحبشه نفسه كان بيستشيرهم في شؤونهم الايه؟ الدينيه والسياسيه. في مشكله كده؟ طب مين اللي ليها دور ديني مهم؟ مصر. اشمعنى؟ لما احنا بنيجي هنا مثلا المسيحيين يحتفلوا مثلا بعيد، فمين اللي بيحتفل زينا؟ مين اللي بيمشي على نفس الكلام بتاعنا، على نفس الاحتفالات التعبديه؟ كنيسه الحبشه. يبقى لما اجي اقول لك هنا حاكم مصر او مصر نفسها كان ليها دور مهم ولا مالهاش؟ ليه؟ في تنظيم الاحتفالات الايه؟ التعبديه، يعني اللي هي الدينيه بتاعت الكنيسه مين؟ الحبشيه. في مشكله كده؟ طب معنى المطران اللي كان بيروح هناك للحبشه مسؤول عن المسيحيين بس؟ لا، قال لي كان حاكم مصر هنا يقول للمطران اللي هو رايح من مصر للحبشه هتبقى مسؤول كمان عن مين؟ عن مصالح المسلمين. في مشكله حد هنا؟ طب نيجي اللي بعدها، بعد انتشار الاسلام بقى. قال ان بعد انتشار الاسلام مين مركز العلم والنور؟ مصر. طب مصر هي اللي كانت بتشيع نور للعالم ايه؟ كله. يعني اي حاجه كانوا بيتعلموا منها اساس الاسلام فين؟ في مصر، عشان عندها اكتر المؤسسات الايه؟ الدينيه. طب مين اكتر حاجه ظهرت هنا؟ العلاقات الدينيه والعلاقات الثقافيه كويس قوي. هقول له فريضه الحج. اي حد عايز يحج من افريقيا ويروح يحج في السعوديه، اللي اشوف الجزيره العربيه، هيعدي على مين؟ على مصر. يبقى مصر هنا لما اجي اقول لك ليه فريضه الحج كانت هي الاساس في تقويه العلاقات بين مصر والدول الافريقيه، او الدول الافريقيه ومصر. اقول له عشان خاطر ايه؟ ان الحجاج لما كانوا بيعدوا لازم يعدوا على ايه؟ على مصر، وهم يعدوا على مصر هيتعاملوا مع مين؟ مع اهلها، فيتعلموا منهم العلوم الدينيه. يبقى تاني، عشان حجاج الدول الافريقيه بيعدوا على مصر فيتعلموا منهم العلوم الدينيه ويتعاملوا مع مين؟ مع اهلها. في مشكله كده؟